اليوم رح اعمل انا وياكم كوسه محشي بالبندوره. اول شي رح شيل راس الكوسه اللي بكون مغسلته والجزء القاسي اللي بيكون من تحت وبلش اول الكوسه. بمقلي على النار رح احط شويه زيت نباتي وضيف عليها صنوبر وقليهم، ولما يحمروا شيلوا عن النار، وبنفس المقلايه رح احط اللحمه المفرومه وضيف عليهم الملح والبهار الحلو والقرفه والفلفل الاسود وبقلبهم مع بعض لحديد ما تستوي اللحمه. بوعاء رح احط الرز ورح اغسلهم كذا مره لتصير المي الغسيل شفافه. بصفيهم من المي ورح اضيف اللحمه على الرز والصنوبر وصلصه البندوره والملح وقلبهم مع بعض. وبلش احشي الكوسه، وبحشي كل كوسايه للنص مشان الرز يستوي معنا. بجيب بندوره ويفضل انها تكون مستويه وقطعها لقطعه صغيره، وبطنجره على النار رح احط زيت نباتي وضيف عليها البندوره اللي قطعناها وقلبهم. رح اضيف عليهم الملح والفلفل الحلو وقلبهم. ولما البندوره تستوي رح اضيف عليها صلصه البندوره وقلبهم مع بعض. ضيف عليهم المي، ولما يبلشوا يغلوا بلش نزل الكوسه واحده ورا الثانيه وبتركهم على نار متوسطه لقويه لمده 40 دقيقه. ولما يخلص الوقت بضيف عليهم الثوم والنعناع اليابس وبقلبهم بهالطريقه لاتاكد انه النكهات توزعت بالطنجره، وبتركهم على النار لمده 10 دقائق. وهيك طبختنا صارت جاهزه وصار عنا اطيب كوسه محشي بالبندوره. بتمنى منكم تجربوها وتعجبكم، والف صحه وهنا.